انا هسه بالعباره، وبعد شوي راح اطلع اصوركم برا، يعني هو عالي جدا عالي، والعباره هو عنده بيتشنج روم، يعني ماي اللي جانبين بيتشنج اللي هي للامام وللخلف. طبعا هي جت محركاتها نفاثه سريعه جدا، بس بالبدايه يعني مش على كيف، هسه بدا يمشي سرعه لان كان البحر عالي جدا، فهسه راح اطلع اصوركم. نسيت اقول لكم العباره اللي تعبر من طريفه من اسبانيا لطنجه المغرب. نحكي ما حدا راح يسمعني ادري. located on board on the منها راح تنزل السيارات، اكو باصين جوا داخل وسيارات هواية شايلين، والجماعة هنا البحارة يرتبون الربط. بس راح تجي تطلق هنا تنزل السيارات تروح للمكتب. هسه صرنا لونج سايد.
بالإصماطة ذاك ثندر ثاني. ضربت هسه بعدها ما طابقة زين. نزلت السيارات هسه، السيارات تنزل. واخيرا انا في طنجة. طبعا وصلت بي العبارة وكان بحر عالي وما اقدر احكي. صورت لكم جزء منها. طبعا هاي شو يسموها الدرابين مال طنجة، يعني المدينة القديمة اختاريت انزل بيها ارتشوفها. بس يعني الحمد لله كانت سفرة بحدود ساعة وربع من الطريفة اللي هي البر الاسباني لغاية طنجة اللي هي البر المغربي. واذا تشوفون هاي وراي هاي الدرابين شوارع المدينة القديمة اللي راح افركم بها طبعا. يعني كان البحر عالي وكانت سفرة ممتعة، ولو انا سبق مشتغل بالبحر يعني ولو تاريخي ما تعرفوه. يعني فوصلت بسلام وجيت للفندق هسه ذبيت غراضي وهاي، وهسه جيت لهذا المطعم اللي هو هذا مطعم مغربي. وقت الفطور حتى افطر به، فاشوفكم بعدين. ليش يسوي الكوري عادي؟ قديش يشيل الكوري عادي؟ لازم اسأله واجاوبه. قال لي راح اجيب لك فطور مغربي، هذا تمر وهاي صناعة منزلية. قال لي فد شيء يعني مو من الشارع، لان هم يسووها بالشارع بس يقول كلش طيبة بعدني ما ضايقها. وهذا تمر قلنا، وهاي حريرة يعني شوربة بس حارة شوية. فخلونا نذوق ونعطيكم رأي بعدين. هذا مطعم مغربي. هذا الشاي لنا، هذا الشاي لنا. أنا عندي سؤال، ليش ترفع لفوق؟ كشكوشة؟ عشان الرغوة. ماشي يابا، شكرا يابا حصلنا. والله اللي يصب الشاي بله كشكوشه عندي طوبه من هذا طلع على مود الكشكوشه. اذا يقول لك هو شرح لي اياها، اذا بيرغوه معناها الشاي مطبوخ بشكل كويس، يعني بشكل جيد جدا. والله ضاعت علي اللهجه. بشكل جيد جدا. اذا ما بي الرغوه اللي نسميها الفقاعات، هذا الشاي ما مطبوخ بشكل جيد جدا. وهاي حتى الرغوه تطلع لازم يشيل الكوري عالي. اي فمن وجه الكشكوشه والله ما يسوي شاي بالكشكوشه.